المعادل. معي نبيل الفقيه. مرحبا بك يا نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذه الحلقة عن أهمية التلاحم والتآزر الشعبي في سبيل دعم المقاومة الشعبي من أبناء الوطن الواحد، من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه. نعم بالضبط، نحتاج إلى تلاحم اجتماعي قوي، لأن ما تبي الحوثي عمل شق كبير جدا في المجتمع اليمني وفرقنا مناطقيا ومذهبيا وغيره. محتاجين إلى هذا العمل عدة نقاط مختصرة. نعم. أولا تكثيف الإعلام نحو التلاحم الوطني وأننا شعب واحد. من تاريخيا نذكر هويتنا ونتذكر هويتنا التاريخية، أننا شعب واحد، لم يفرقونا لا حوثي ولا غيره ولا سياسات ولا أحزاب ولا نحن شعب. الشيء الثاني، نعم. علينا أن ننزل هذا الإعلام كامل إلى وعي مجتمعي ونتحرك في أوساط المجتمع بأي طرق من الطرقات مهما كانت، رغم أن الطرق قد اقتصرت ويعني هناك اعتقالات للشباب عنه، لكن لابد أن تصل الرسالة. هناك وسائل أخرى عبر الفيسبوك عبر الواتساب عبر كذا إلى كل الناس يصل إننا شعب واحد نتلاحم في وجهنا. وهذا عندما أصلا لا نستطيع أن نخرج من أزمتنا إلا إذا عرفنا كيف دخلنا الأزمة أساسا، نسترجع ما الذي أدخلنا هذه الأزمة. فهذه سنة الكون، لن تحل المشكلة إلا إذا عرفت مدخلها. ودخولنا هو كان عبر الحوثي وصالح، وكانوا عبر طائفين، وكانوا يفسد على السلطة وانقلاب. كل ما حدث من بعد انقلاب الانقلاب 21 سبتمبر كله تفاصيل. القضية الكبرى هو انقلاب على الدولة والشرعية، وعلينا أن نتمسك أبناء الشعب الواحد، لأن هؤلاء مشاريعها مستغرقة ستذهب ونبقى نحن الشعب. لا نعطي شرف لأبنائنا وأجيالنا الأخرى، لا، علينا أن نبني. إذا سكتنا الآن ستسكت 3 أجيال تحت الذل والعار والهيمنة. علينا أن نكون جيل تضحية. هكذا هي المسيرة أو هكذا هي ما يبدو المشهد واضح. إذا سكتنا 3 أجيال ستتعرض لما نتعرض له الآن، لكن علينا أن نقف في وجهنا حتى ننهض بلادنا ونخرج إلى دولة من الدنيا. تعتقد يا نبيل أن هذه المسؤولية هي مسؤولية قبل أن تكون مسؤولية مجتمعية، هي مسؤولية فردية على كل فرد في المجتمع مهما كانت منزلته، سواء كان شيخ أو في قبيلة أو عضو في منظمة مجتمع مدني أو عضو في حزب سياسي أو رئيس حزب سياسي أو في منصب قيادي، سواء في المقاومة أو غيرها أو أي مكان، أن يكون عند المسؤولية في سبيل تعزيز هذا التلاحم. تعزيز التلاحم هذا عبر ما هي الأدوات التي ممكن أن تعزز وتقوي من هذا التلاحم؟ بالضبط، المسؤولية مسؤولية مزدوجة، مسؤولية فرد ومسؤولية هيئات. الأدوات التي نستخدمها هو الانتشار أوسط الناس، تكثيف الإعلام، كل بجهده، كل برسالة، كل بأوساط المجتمع، ينشر يفضح على سواء كإعلاميين في المشروع الإعلامي، سواء ناشطين في المشروع السياسي، سواء ثقافيين، في كل المجالات، حتى المسرحيين، حتى الفنانين، حتى كل يظهر حجم هذه المؤامرة وحجم قذارتهم وحجم مشروعهم بكل الأبواب التي نستطيع فيها، حتى الفنان. فقدنا الاتصال بعد. طبعا تحدثت بالكلام الكثير والمفيد والذي من الممكن أن